يا معلومة من عندي في البيت. تعرف عيالي سعود وفيصل. سعود ما له هوايات في الكورة بصراحة، لاحظتها فيه، حق جيمك وما جيمك والعاب وزي كذا. فيصل لا، راعي كورة ويتفرج معي مباريات، وهذا من وكالعادة الطفل بيطلع على ابوه اتحادي. طيب، فبعدين راح مكة وجاني قال لي لا انا بشجع، لانه واحد من خواله نصراوي بس على خفيف ترى، يعني نصراوي هواوي، كل مباراة نهائي يتفرج، غير كذا ما نصراوي عاقل يعني. المهم فجاني هذا، ولا طفل صغير المفروض اني ما اتدخل، يعني يشجع اللي يبغاه. اقسم بالله العظيم يا ابو فارس، والله العظيم حاربت انه ما يشجع النصر. والله شوفك ما حلفتني فيصل، والله حاربته ما يشجع النصر، كرهته في النصر بكل طريقه ممكنه. تقول لي يا اخي ليش يا اخي انت عقلك كبير، ايش فيك كذا يا ابو فارس؟ لاني وجدت متلازمه اسميتها متلازمه الجمهور، العقل النصراوي. تلاقيه دكتور، تلاقيه طيار، تلاقيه مهندس، تلاقيه مخترع. من يوم ما يجي النقاش عن النصر فجاه يصير حمار، ما عاد يفهم، ما عاد يستوعب، ما عاد كل العالم مؤامرات وكل ذا، يصير غبي موحل في الغباء. انا ما ابغى ولدي يصير كذا، والله العظيم، والله ما امزح، يمكن انك تضحك لا تسمعني، والله ما امزح. ما ابغى فيصل يصير حمار، لانه مهما اخذ من الشهادات دخوله في المجموعه وفي الكيان وفي الوحل ذا راح ياثر على تفكيره وعلى عقليته، راح يصير كئيب في حياته. لا يا حبيبي، قلت له يا بابا شجع الاهلي، شوف الاهلي، قلت له شجع الاهلي، شجع الهلال، شجع الشباب، شجع الاتحاد، انت حر. النصر لا. وفعلا في النهايه فار وكل شيء هذا، وكل شيء هذا، وفي النهايه لاحظ انه هلال مكوش على الدنيا، وقومز وعجبت احتفاليه قومز، وهذا الان هلالي، ورحت اشتريت له تيشيرت الهلال، والحين يطقطق عليه كل فتره. بصروا والله على قلبي زي العسل، اي نادي الا النصر، لاني ابغى ولدي مستقبله نظيف، ما ابغى يصير حمار زي الملحم والمريسل وطقته. تخيل ذول يكونون اعلاميين يمثلون وجهه نظر ويشكلون فكره، والله لا يقولوا، يمين بالله وديه عند ماكرون ويجلس معاه انه ارحم من يجلس مع مريسل.